خلينا نقول من غير لف ودوران، لو جلسة ال VILT بتستنزفك وتخلي المتعلمين يطلعوا مرهقين، فالمشكلة مش في الزوم ولا في التيمز ولا في الكاميرا. المشكلة إن المخ بيطلب منه حاجات ما يقدرش يعملها لفترة طويلة، وده له تمن. جايب لك النهاردة 3 مصادر خفية للإرهاق بتستنزف طاقة المخ في ال VILT من غير ما ناخد بالنا. وفي آخر الحلقة هديلك مبدأ تصميم واحد لو طبقته جلساتك الأونلاين هتبقى أخف وأكثر تأثيراً. أولاً لازم نفهم الإرهاق جاي منين. الإرهاق مش كسل ولا عدم التزام ولا مقاومة للتعلم. الإرهاق رد فعل بيولوجي. في ال VILT المخ بيشتغل فترة أطول من غير الإشارات اللي متعود عليها في الواقع، وده بيخليه يستهلك طاقة أكتر علشان يوصل لنفس النتيجة. في 3 مصادر رئيسية بتخلق الإرهاق في ال VILT. خلينا نفكهم واحدة واحدة. أولاً المراقبة الذاتية. في الفصل الحقيقي أو الكلاس روم أنت ما بتبصش على وشك وأنت بتتكلم، لكن في ال VILT أنت وشك قدامك طول الوقت، فالمخ بيستهلك جزء كبير من الطاقة في مراقبة النفس. شكلي عامل إزاي، صوتي واضح، الناس شايفاني إزاي، وهكذا. المراقبة دي بتسحب طاقة معرفية من غير ما تضيف أي تعلم، وده أول مصدر استنزاف. بعد كده غياب تغيير الحالة. في الكلاس روم أو الفصل الحقيقي أنت بتقف، تتحرك، تغير مكانك، تتفاعل جسدياً وهكذا. ولكن في ال VILT أنت قاعد على نفس الكرسي، نفس الوضعية، نفس الشاشة، من غير تغير في الحالة الجسدية أو الذهنية. الجهاز العصبي بيعمل داون شيفت، مش لأن المحتوى وحش، لكن لأن الجسم حالته ما اتغيرتش، ودي حاجة بنقول عليها البلاتو. السبب اللي جاي بيخلي التفاعل نفسه يبقى مرهق، ألا وهو التفاعل المصطنع. اكتب في الشاشة، ارفع ايدك، اختار ايموجي. لو التفاعل ملوش وظيفة معرفية حقيقية المخ بيتعب. ليه؟ لأنه بيشتغل علشان يبان متفاعل مش علشان يتعلم. التفاعل المصطنع بيزود الحمل المعرفي أو الكوجنيتيف لود من غير أي عائد، وده سبب إن الناس كتير بتطلع من ال VILT sessions حاسة إنها عملت مجهود من غير أي أثر. خلينا نقول إن الإرهاق مش عيب في التعلم، هو بس نتيجة تصميم مراعاش حدود المخ في ال VILT، لأنه بيتطلب انتباه عالي، مراقبة ذاتية، تركيز ثابت من غير ما يدي المخ فواصل حقيقية. طيب نعمل إيه؟ أنت لو هتغير حاجة واحدة بس في التصميم بتاعك هتبقى خفف العبء المعرفي قبل ما تزود التفاعل. يعني مش كل لحظة محتاجة مشاركة، مش كل كاميرا لازم تفضل مفتوحة طول الوقت، مش كل تفاعل لازم يبقى ظاهر. السيشنز الأونلاين الناجحة بتدي فواصل ذهنية، ممكن تسمح بإطفاء الكاميرا أحياناً، بتصمم تفاعل يخدم التفكير مش الشكل. أول ما تبتدي تقلل الاستنزاف الطاقة ترجع والتعلم يتحسن. ال VILT مش مرهق بطبيعته، هو مرهق لما نطلب من المخ أكتر من اللي يقدر عليه. التصميم الذكي ما يضغطش، هو بيوزع الحمل. في جلستك الأونلاين الجاية احذف نشاط واحد شكله تفاعلي بس ملوش قيمة معرفية حقيقية. شوف الطاقة بعد كده وراقبها، غالبا هتتفاجئ. شكرا ليكم، نشوفكم الحلقة الجاية.